السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير ومرتاحين إن شاء الله. عيدكم مبارك سعيد باش ما تمنيتو إن شاء الله بالصحة والسلامة، وأي شي حاجة تمنيتوها إن شاء الله يا ربي تحققها لكم. اللي مريض الله يشافيه، اللي عنده امتحانات في مشوار الدراسي الله ينجحو، أي واحد تمنى شي حاجة الله يخليها ليه، الله يحققها ليه والله يخليها ليه، خصوصا الوالدين الله يخليهم ليكم إن شاء الله يا ربي آمين. ويلا على بركة الله نبداو القضية ديال اليوم. القضية ديال اليوم هي واحد القضية اللي هزات مدينة الدار البيضاء، ومع عمر البيضاويين ما غادي نساوها. القضية ديال جوج خواتات، عقل واحد في التفكير وعقلية وحدة. نقدروا نقولوا هاد الشي كامل كان في جسدين مختلفين، عقل واحد ولكن في جسدين مختلفين منفصلين. نفس القرارات غادي يبداو المشوار ديالهم بجوج بيهم، وغادي يساليو بواحد الطريقة خايبة بزوج بيهم. خليكم معايا. هتبدأ القضية ديالنا مع واحد جوج خواتات من مدينة الدار البيضاء. كل مرة فاش كيخدموا كيديبانيو على ما يلقاو البديل، شي حاجة مزيانة اللي يقدروا يرتاحوا فيها، حتى تجيهم واحد النهاريات واحد الكونطرا غادي يدبروا عليها وغادي يمشيو لإيطاليا. تما كي ملي مشاو بوريقاتهم بكلشي بداو كيخدموا. من خدموا وداروا الفلوس يعني ولاو لاباس عليهم من بعد واحد المدة تقريبا ديال واحد 3 سنين 4 سنين، غادي يبداو يفكروا باش يشريو دويرة ديالهم داخل المغرب. وفعلًا غادي يجيو للدار البيضاء وغادي يقلبوا على الديور، غادي يقلبوا على جوج شقق في عمارة واحدة، يعني جوج ديور في نفس العمارة بمدينة الدار البيضاء. بطبيعة الحال هما ما كيتفارقوش، فغادي يجيو في نفس العمارة بواحد المبلغ ديال الفلوس اللي كان كبير، وفي الأخير غادي يتفقوا مع بعضياتهم على كل شيء، أنه واحد من داك الشقق غادي يسكنوا فيها والأخرى غادي يسدوها، حيت ما عندهم ما يديروا بها في هاد الوقت بالضبط. في هاد الوقت من غادي رجعوا الخواتات من إيطاليا غادي يعاودوا يمشيو، ولكن دوز واحد المدة وغادي يدير لهم واحد الترحيل، غادي يجريو عليهم الطليان. شنو هو السبب اللي غادي يجريو عليهم؟ الله أعلم، لحد الآن باقي ما كاينش شي سبب اللي مبين، ولكن جراو عليهم، من بعد غادي نعرفوا علاش جراو عليهم بالضبط. المهم هما في هاد السنة بالضبط كانوا داروا بجوج بيهم 27 سنة. وحدة 27 سنة والثانية دازت 25 سنة. وحدة فيهم حتى هي تعرفات بواحد الولد اللي كان تقريبًا ما فايتاش بزاف، وكان واعدها هاد المدة كاملة بالزواج. تعرفات عليه على أنه غادي يتزوج بها، هاد فعلًا هاد الولد وعدها بالزواج، وعدها حتى أنه وهي أصلًا وعداتو من بعد بأنها غادي تمشي لفرنسا وغادي يدي معاها، حيت بطبيعة الحال حيت هما ولفوا أنه كاملين غادي يجيو لمدينة آآ من كازا للطاليان غاديين جايين، والعائلة ديالهم عارفين أنهم كاملين بأنهم كيمشيو للطاليان وكيجيو، راكم عارفين هاد البروتوكول. أنا غادية على برا، أنا جاية على برا، أنا ساكنة على برا. هادوك كاملين كاينين في هاد العائلة هادي، يعني عاطينهم واحد المكانة كبيرة. ملي جراهم عليهم من الطاليان ما قدوش أنهم يقولوا للعائلة ديالهم أنهم جراو علينا، ما يمكنش لينا نرجعوا الطاليان، لذلك بدلوا الوجهة وبداو كيقلبوا على شي بلاصة واحدة أخرى يمشيو لها لأوروبا. وفعلًا لقاو واحد السيد غادي يديهم لفرنسا، عنده وسائل ديالو الخاصة باش غادي يديهم بها. هي هاد البنت هاد الأخت هادي من تعرفات على واحد الشاب اللي غادي نسميوه سمير، اللي كان تقريبا في نفس السن ديالها، كان واعدها بالزواج. تفاهموا مع بعضياتهم، كيخرجوا مع بعضياتهم، كيعرف اختها، كيجي عندهم للدار، كيسهروا بجوج، كيخرجوا بجوج. هذه هي الحياة ديالها. واحد النهاريات هاد الولد هذا اللي غادي نسميوه سمير كان عنده واحد صاحبو اللي عزيز عليه، كيعاود ليه كلشي، أي حاجة كتوقع ليه كيعاودها ليه. و وديما تيقول لي بأن أنا تعرفت على واحد البنت وغادي نتزوج بها. وهذا ما كان، هو كان سمير ديما كيمشي عند هاد الخواتات للدار، كيجلس معاهم، كيسهر معاهم، حتى ولات عندهم علاقة مع هاد الأخت هادي، ولات عندها علاقة غير شرعية، نيشان من الآخر، ولكن موعدة من الزواج. هاد سمير هذا كان بلي بواحد الحاجة، بواحد القضية، وهما الأفلام الإباحية. وكان عنده واحد الصديق ديالو ديما كيجيب ليه هاد النسخ من هاد الأفلام، ديما كيجيبهم وليه وكيتفرج فيهم. واحد النهار استغل الفرصة بأن الخواتات ما كاينينش، عندهم واحد الغرض، وبقى هو في الدار بوحديتو. قال أرا ما يدير أرا نتفرج فيهم دابا ما حد ما كاين. جبد داك السيدي بدا كيتفرج، شي شويه تيقول هما، لا ماشي هما، لأ ماشي هما، حتى غادي يحقق ليه يقول هما بالضبط هما،
إييه، هنا غادي يكتشف سمير بأن هاد الخواتات بجوج البنت اللي موعدة بالزواج أختها كيشتغلوا في إيطاليا في الأفلام الإباحية، هذا هو السبب ديالهم اللي خلاهم مشاو لإيطاليا تماكن وقدروا يجمعوا هاد الثروة هادي كاملة من بعد هاد من بعد هاد خلال هاد المهنة الغير الشريفة كيف ما كنقولوا. كانت هادي هي الحرفة ديالهم، وداك الشي علاش ما عجبهمش الحال ملي جراو عليهم من إيطاليا اللي كان هذا هو السبب ديالهم، وقبل ما نحصلوهم جراو عليهم. القضايا الأخلاقية، وهاد القضية هي دخلت ليهم فلوس باش قدروا أنهم يديروا هنايا يجيو الشقق ديالهم ويضمنوا المستقبل ديالهم. آنذاك هو ضرب الصدام، ما قدر يقول لهم حتى شي حاجة وما بغاش يقول ليهم، صافي مشات العلاقة ديالهم كيف ما العادة بقاو عادي ما قال لهم حتى حاجة، ما عجبش أصلًا كاع السيرة ديال هاداك السيدي نهائيًا، حتى واحد النهاريات كان جالس هو وياهم في الدار وفوت في الشراب، وهو يقول ليهم راه عندي ليكم واحد السر الكبير وحتى واحد فيكم في العائلة ديالكم ما عارفه. شنو هاد السر هذا اللي ما عارفينوش؟ ويقول لهم عندي ليكم واحد السيدي بأنكم كتمثلوا في الأفلام الإباحية مع الأجانب في إيطاليا. هما غير ملي سمعوا هاد الأخبار هادي تجمدوا، قالوا لي كيفاش راه واقيلا كيتخيل لك راه لا ماشي حنا، قال لهم لا هو السيد راه واخا شهر بدا كيعاود لهم، نسى على راسو صافي صافي سكر، غير بقى كيعاود لهم بالتفاصيل بالتفاصيل، ولكن واخا هكاك راه عقلو خدام. قال لهم لا هادوك راه نتوما نيت وأنا راه متأكد منكم، ودابايا خاصكم ديروا معايا شي حل. قال لهم نتوما ضمنتوا المستقبل ديالكم حتى انا بغيت نضمن المستقبل ديالي، غتعطيوني 20 مليون، 10 المليون الوحده باش هاديك باش بحال هكا غنعطيكم السيدي وما غادي نقولها حتى شي واحد من العائله ديالكم وما غاديش نفضحكم. هما البنات عندهم هاديك الصوره المثاليه في العائله باغيين يحافظوا عليها، بطبيعه الحال قالوا لي سكتوا شي شويه وقالوا لي صافي كون غير على خاطرك جات 20 مليون ولكن غادي تسنى شي شويه راه ما عندناش دابايا. قال لهم شحال نقدر نتسنى عليكم؟ قالوا ليه 2 سيمانات. هي هاذيك، وقالوا لي وصافي دابا خليك من هذا الموضوع ويلاه نكملوا السهرة ديالنا، البنات الخواتات داروا بحال حتى شي حاجة ما واقعة وكملوا السهرة ديالهم، صافي من بعد داز واحد الأسبوع وديك الساعة عاود جا عندهم قالوا لهم أمضرا وجدتوا لي فلوسي؟ قالوا ليه قلنا معاك 2 سيمانات راه باقي راه داز سيمانة خليتها السيمانة الجاية وعاد أجي عندنا إن شاء الله، وداك الشي فعلًا اللي كان، مين داز السيمانة جا عندهم قالوا لهم أمضرا والفلوس موجودين؟ دخلوا قالوا لي فلوسك موجودين وصافي دابا راه غدا درنا مع السيد مع 9 الصباح غادي يجي وديك الساعة غادي نمشيو للبنكة باش نجيبو الفلوس، ودابا دخل يلاه تجلس، ملي دخل معاها بقاو كيهضروا عادي شوية قالوا ليه صافي راه تسالى الشراب يلاه نمشيو على برا نسهروا، هي هاديك هبطوا ركبوا معاه في الطوموبيلتو مشاو كيسهروا قرقبوا الناف كيف ما تنقولوا ورجعوا بحالهم، ما رجع قدام باب العمارة حط الطوموبيل ديالو وطلع معاهم، من طلع قالوا ليه ادخل ما تبقاش جالس، ملي دخل بقاو جالسين هكاك راك عارفة كملوا السهرة ديالهم، هو جالس بحال السيد صافي بحال بدا كيدوخ بقوة داك الشراب ملي جابو معاهم ديك القرعة هما ما شربوش وهو كمّل الشرب، صافي بحال السيد صافي فوّت القياس، راك الناس ملي تيسكروا بزاف صافي ما تيبقاوش عاقلين على ريوسهم، صافي هو بحال طاح على الطابلة وطاح على راسو زعما كاين على الطابلة تما كاينة، ديك الساعة البنات داروا راسهم بحال كيشربوا وهما ما كيشربوش، بقاو واعيين شادين في راسهم، ديك الساعة ناضت وحدة فيهم وناضت وجابت الشاقور وضربات بنيشان القرفاضة ديالو للور، بدا كضرب فيه حتى فصلات الراس على الجسد ديالو، ومن بعد شنو داروا، شدوه وبداو كيقطعوا فيه، خلاو الراس بوحديتو الأطراف ديال الجسد ديالو شدوهم وقطعوهم طرف طرف، يعني طريفات صغارين، فصلوا الجسد ديالو وشدوهم آنذاك وداروهم في واحد البرميل وخواو عليهم الأسيد، وكان عندهم واحد البالكون مديرين فيه الماء تنشريهم باش ما كيشوفوش الجيران ما كيطلعوش عليك، ديك الساعة جدو هاداك البرميل وحطوه تماكينة وسدوه. عمرو بلاصتو هكاك باش داك الجسد ديالو يتحلل ما تبقى فيه حتى شي حاجة نهائيًا، والراس ديالو شدوه وداروه في الكسكاس بخروه، أنا داك الله أعلم شي تيقول لك بأنه داك الراس ديالو باش شدوه كلاوه وشي تيقول لك ما كلاوش، الله أعلم لحد الآن حتى شي حاجة ما متأكدين منها. وفعلًا وهكذا صافي يكون سمير اختفى عن الوجود كيف ما قال، قتلوه وتهنوا منه، يا ربي السلامة عرفتي غير ديك
تخيلوا ديك المنظر كيفاش يطيوعك الخاطر كأنك تشد شخص وتقطع ليه راسو وتشدي راسو تبخرو، زعما كاين هادو راه ما عندهمش القلب نهائيًا، كيفاش كطيّح عليهم خاطرهم يديروك بحال هاد نقدر نتقبلها واحد في لحظة غضب ولا انفعال ولا انتقام تقدر تقتل واحد، ولكن لدرجة أنك تقرّض وتشوه الجسد ديالو وتبخّر ليه راس، راه ماشي غير حقد عليه وتسيدي كامل دير هاد الفعلة هادي كاملة، راه anormal هاد السيدات هادو بجوج. المهم نكملوا القضية ديالنا، من بعد دازت مدة تقريبًا واحد يومين العائلة ديال سامي بدات كتقلّب عليه، خصوصًا خوه، بدا كيقلّب فين هو، حتى هو ما مولفش يغيب حتى لهاد الدرجة هادي كامل، ضروري كان كيدوز عندهم الدار، واخا هو عنده الشقة ديالو بوحديتو، ولكن كيجي يطلع ليهم ضروري. من شافو اختفى، مشى عند هاداك صاحبو اللي قلت لكم ما كيخبي عليه حتى شي حاجة، مشى عندو وسولو، قال ليه: "راه سمير راه هادي مدة راه تقريبا ما عندنا حتى شي خبار، كنصوني عليه وما كيجاوبش نهائيًا في التليفون ديالو، واش عندك ليه شي خبار؟" قال لي: "لا." زعما كان راه ما مولفش أنه يغيب، سمير دايمًا كل نهار كل شوية متصل بيهم، خصوصًا مع العائلة ديالو متشبت بيهم، ما كيفرقش عليهم الاتصال ديالو. وخصوصًا صاحبو تيقول لي زعما كان راه ماشي شي حاجة طبيعية أنه يفقد لها الاتصال، ياك ما وقع ليه شي حاجة. وشوية قال ليه الأخ ديال سمير قال لصاحبو قال ليه: "واش ما عرفتيش عليه شي خبر؟" قال ليه: "آخر مرة قال ليا بأنه غادي يمشي عند واحد فلانة راه موعدة بالزواج، راه عايشة هي وواحد أختها في واحد العمارة." قال لي: "عطيني العنوان ديالها." مشي سول عليها على الله يكون باقي عندهم والله الله يستر تكون وقعت ليه شي حاجة. هي هاذيك ملي عطا العنوان، الأخ ديال سمير مشى عندهم للدار، من طلع دق عليهم في الباب وما ناضوش، جاو زعما كنشوفوا شكون هذا اللي كيصوني عليهم ويدق عليهم. من شافو قال لهم: "أنا راه أخ سمير جيت كنسول عليه." قالوا ليه: "شكون هو سمير؟" ما كنعرفوا حتى شي واحد سمير، "وآخر مرة تجي تدق علينا في الباب ولا غادي نعيطوا عليك البوليس." البنات ضربوا بالنكرة بأنهم ما كيعرفوا لا سمير لا حتى شي واحد. الولد ما بغاش يزيد معاهم الهضرة، هبط بحالو ومشى عند صاحب خوه، وقال لها: "شنو قالوا لي، شنو قالوا ليا؟" قالوا لي: "يمكن زعما كيخافوا منك ولا ما عرفوكش، أجي نمشي معاك راه أنا كيعرفوني، شحال مرة كنتلاقى معاهم وشحال مرة كنجلس معاهم." هي هاديك. فعلًا ملي مشاو طلعوا عندهم للدار وقالوا لهم حل صونوا عليه حتى هو في الباب باش يقول لهم بأنه راه جا هو وصاحبه زعما كاين باش يعرفوا يقولوا ليه شكون هو. من شافوه قالوا ليه: "شكون أنت ما كنعرفوكش." حتى هو ضربوه بالنكرة. قالوا لهم: "آخر مرة تجيو عندنا لهنايا ولا غادي نعيطوا عليكم للبوليس." ما بغاوش يتزيدوا معاهم في الهضرة، وهبطوا بحالهم. هما بجوج بهم شكوا بأن كاينة شي حاجة مخبيين عليه على سمير. الأخ ديالو بقى تيقول لهم: "فين هو خويا، فين درتو ليه خويا؟" المهم أنا داك من هبطوا هُما في الجهة ديال الباركينغ ديال العمارة شافوا الطونوبيلة ديال خوهم، ديال سمير باقا كاينة تما كاينة، سولوا العساس قال لهم: "راه فعلًا راه جا ديك النهاريات فعلًا في الليل ومن تما كاينة." من طلع للدار ما عاودش خرج نهائيًا. أنا داك الدراري بجوج مشاو عند البوليس. ملي مشاو عند البوليس قالوا لهم شنو كاين، عطاو الأقوال ديالهم باش يبداو التحقيق في الأخ ديالو، خصوصًا أنه دازت هادي مدة على الاختفاء ديالهم، وعندهم أقوال وعندهم شهود شاهد بأنه العساس وصاحب خ صاحب سمير نيت بأنهم راه فعلًا مشاو لداك الدار، والعساس قال لهم بأنه طلع ما عاودش هبط. هي هاديك جابوا العساس وخدا الأقوال ديالو حتى هو تبتوها فعلًا، ومشاو للبوليس لقاو الطونوبيلة ديالو باقا فعلًا في الباركينغ وطلعوا الفوق. من طلعوا البنات قالوا لهم جابوا لهم الاستدعاء قالوا جاو عندنا سميتو مركز الشرطة على ود الأقوال ديالهم. ملي مشاو تماكن قالوا لي فعلًا كنعرفوا سمير ولكن ما عندنا عليه حتى شي خبار. ملي جا عندنا تماكينا مشى ما عاودنا شفناه نهائيًا. أنذاك الشرطة غادي تخرج لإدارة تفتيش في المنزل ديالهم. فعلًا غادي يمشيو تما غير دخلوا الجهة ديال الصالون اللي قريبة للبالكون بدات كتعطيهم واحد الريحة مجهدة بزاف. من تما ملي مشاو غادي يلقاو داك البرميل، من البرميل تما عامر جثة هاذيك مكبوبة عليها أسيد، يلاه بادي في التحلل ديالها، حيت راه تكون مدة باش يلاه كتبدا تتحلل واخا لاسيد خاصو المدة باش يتفاعل معاه، ماشي سوغ بلاص ديك الساعة صافي كيمشي. صافي أنذاك لقاو عليهم القبض بتهمة ديال قتل العمد وإخفاء معالم الجثة. ملي بداو معاهم التحقيق تيقولوا له: "فين درتو الراس ديال الجثة؟" حيت اكتشفوا من بعد بأنه الراس ديال الجثة ما كاينش، بقاو يقولوا لهم: "لا، لا ما كاينش ماشي حنا اللي درناه وحنا ما عارفينش داك الشي من جا." يعني حاولوا الإنكار. من بعد أمام التحقيق أمام الوكيل الملك أنذاك غادي يعترفوا وقالوا لهم: "أجيو نوريو لكم الجثة، الجثة والراس ديالها فين درناه."
بخّرناه ومن بعد دينا ديك الراس ديالو ودفناه في واحد الغابة، تما كنا مشاو كمّلوا التحقيق رجال الشرطة وكلشي. آنذاك غادي يقول لهم ما تنساوش عقلتوا ملي قلت لكم صاحب سمير كيعاود صاحبه وكل شيء، راه هو كان السبب فاش بأنه فكوا هاد اللغز ديال الجريمة، ما عرفش بأنه الأخ ديالو مشى عند هاديك البنات النيت وكيعرفهم، ما غاديش يعرفوا بأنهم عنده علاقة به ولا موعد بشي وحدة بالزواج، يعني واعدة بلا أخبار عائلته نهائيًا، يعني ما متابع عائلته ما عارفاش. خصوصًا أنه قال لي بأنه راني قلت ليهم بأنه راه غندير لكم واحد السيدي ديال الأفلام الإباحية، وآنذاك ما عطيتوهاش ليا غادي نفرقوا على العائلة ديالكم، عطاوني 20,000,000 حتى صاحبو كان هاد المعلومة ديال عارفها، وهي فاش قالها رجال الشرطة داك الشي باش لقاو عليهم القبض بالتهمة ديال القتل العمد باش خداو الإذن ديال التفتيش، حيت هما ما كانش بأنه هاد كيف ما تنقولوا هاد الإشاعة بأنه عارفين بأنه عليهم شي حاجة، ما غاديش ياخدوا الإذن ديال التفتيش غير هكاك. المهم هاكا تكون القضية ديالنا سالات، بالنسبة للبنات الأحكام ديالهم خداو المؤبد، ولكن هناك الأقوال تتقول بأنهم البنات كي بحال تريشوا يعني فقدوا السيطرة على راسهم وعلى الشعور ديالهم، كي بحال صافي بداو فقدوا العقل ديالهم كما كنقولوا. أي وحدة في السجينة ملي كانت في السجن ملي كتجي صافي كيدخلوها تيقولوا لها في واحد البيت تيقولوا لها أنتِ اللي قتلتيه، أنتِ اللي قتلتيه وأنتِ اللي كليتيه راسو، أنتِ اللي كليتيه راسو. البنات بجوج بيهم عندهم عقل واحد تريشة وحدة، فقدوا العقل ديالهم وارتكبوا جريمة الوحدة، العقل ديالهم مرتبط والجسد ديالهم مرتبط غير في الأشياء السيئة، كون شدوا هاداك العقل ديالهم وداروه في شي حاجة مفيدة هما راهم وصلوا، ما غاديش يضحيو بشخص بروح واحد على ولد سيدي، ديك الساعة ما عاد يقدروا يلقاو شي حل واحد آخر، ولكن إنك تقتل واحد الشخص ما نظنش، ولكن هاد الطريقة كيف ما تنقولوا الطريقة ديال الحرام هادي هي النهاية ديالها، في الأخير مشات روح هكاك. هكذا تكون القضية ديال اليوم سالات، كنتمنى أنها تنال الرضا ديالكم والإعجاب ديالكم، نتلاقاو في نهار جديد وقضية جديدة تجمعنا أجمعين، دمتم سالمين.